بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دينا سر بشي دومي كتابك قسم الثاني باس لا شو نويج دكا ويتر دكا كوملق أو كارانيك بيغمبرك عليه الصلاة والسلام تيدا كردوة. بل القسم الثاني القيام لليل والوتر، وفيه عدة أعمال هي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من السنة أن يصلي صلاة الليل في وقتها الأفضل، فإن قيل ما أفضل وقت لصلاة الليل، فالجواب معلوم أن وقت صلاة الوتر يبتدئ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وعليه فصلاة الوتر محلها ما بين صلاة العشاء والفجر. بله دي باسي شونيج دكا ويتر يكم نقطة باسي ويدكاتن للسنة إنسانك شونيج بكاتن ودياري كردني وقتا أفضل يكي وباشتركي أو زاقر قوترا ما أفضل وقت لصلاة الليل باشترين كاد لبو شونيج تكاتك أو والله مكي ديارة كنيجي ويتر كان يدس بيدكاتن لباج نيجي عشاء حتى نيجي بياني بيش نيجي بياني لو بينيه كواتا صلاة الوتر نيجي وتريش محلها ما بين صلاة العشاء والفجر، لبيني صلاة نيجي عشاء سبيني لو بيني كاتي نيجي وترا وشو نيجا. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر. بله كوملك حديث ما هي بلغي لسروي كبيغمبرك عليه الصلاة والسلام وهاي كرد وخاتو عائشة فرمي بيغمبرك عليه الصلاة والسلام كان يوجد ذكر فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر، لا باش أو يكلون لنوجي عشاء دبوها هتاوكو نوجي سبيني سن ركعات ذكر لو بيني لباش عشاء تا نوجي سبيني يازدر ركعات يسلم بين كل الركعتين هر دو ركعتش ذكر السلام داوا دو ركعتش ذكر دو السلام داوا ويوتر بواحدة وويتر شي بيق ركعات ذكر كاوت لبيني نوجي عشاء تا نوجي سبيني لو ندي يازدر ركعات ذكر دودو دكا السلام داتوا يقرأ كعاتج نجي وتر دكاتن لحديث كيتك حدث كي خاتو عايشة دفرمي بيغمبرك عليه الصلاة والسلام لهموش شوي وتري كرديا هموش شو كاتيا وتري كرديا أو جزاري وهي وتركي أو شو مثلا للسرتاي شوكي كرديا زاري وهي لناوراسي شوكي كرديا زاري وهي لكوتاي شوكي يعني زاري وهي لباش نجي عشاء نوجا كان كرديا ويتر كرديا زاري وهي قشتيتا شوي كرديتا سيباش لنا وراسك شو نوجا كان كرديا ويتر كرديا زاري وهي بيج نوجي سبيني ويتركي كرديا يعني لهركاتك كرديتي ويتركا درستا لهركاتك بدليل حديثك خاتو عائشة. ابن منذر ده فرمي علماء اجماعيا لسره لويك لبين نوجي عشاء تا وكدغيا نوجي سبيني وقت للوتر كاتن وجه وترا حركات كرد درسته. أما عن أفضل وقت لصلاة الليل فهو ثلث الليل بعد نصفه، والمقصود أن الإنسان يقسم الليل نصفين ويقوم في الثلث من نصف الليل الثاني، وفي آخر الليل ينام، أي أنه يقوم في الثلث الرابع والخامس وينام في السدس السادس. ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. أما سبارت بويك باشترين كار لبو شونو جتكاتك دفرمي ثلث الليل سيتشي الشوي بعد نصفه دوين نيوي أو زدك مبستك دريتيا
ئێستا تو دەتوانی لە پێشە خۆت لە یەک هەتا شەشی بکەیت 1 2 3 4 5 6 6 نقطەی دەکەی لە بینی لە یەک خەتەشی ڕاکێشە لە یەک هەتا سێ ئەوە دەبتە نصف الأول لە 4 هەتا شەشی 4 و 5 و 6 ئەوە دەبتە نصفی ثانی نصفی یەکەم نیوەی یەکەم نیوەی دووەم لە نیوەی یەکەم واتە ئەگەر شەوەکەت کردە لە پاش نوێژی عیشا هەتا نوێژی بێنێ 6 سعاتت دانا 6 کاتت دانا 3 سعاتی یەکەم 1 و 2 3 ئەوە نووسە دەنووی لە 4 و 5 سعاتی 4 و 5 ئەلەوێ شەو نوێژی دەکەی لە شەشەم دەنوویەوە وازعوە نیە کەواتە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام زیاتر شەو نوێژەکانی ئەوها لێ کردیە کە دەڵێ سێکی شەوێ لە تا ئەوە لە شەشەمیش دەنووسەوە یعنی ئەتو دەکەی 6 بەش 3 یەکەم 1 2 3 ئەوە نیوەی شەوەیە ئەوە نووسە 4 و 5 لەوەی هەستا شەو نوێژی کردیە لە شەشەم نووسیتەوە هەتاوەکو کاتی نوێژی بەیانیدا هاتیە بەڵگە چییە بەڵگەم حەدیثەکەی عەبدوڵای کوڕی عەمرە کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام دەفەرمێ إن أحب الصيام إلى الله صيام داود خۆشەویستترین نوێژە لای خوای ئەوە ڕۆژی لە لای خوای پەروەردگار ڕۆژەکەی پێغەمبەر داودیە و خۆشەویستترین نوێژی لای خوای پەروەردگار نوێژەکەی پێغەمبەر داودیە پێغەمبەر داود چی دەکرد نیوەی شەوێ دەنووست سێکەکەی هەردەستاوە وێنام و سودوسەهو شەژەکەی کەی دەنووسەوە وەچی تازە باسمان کرد شەشەمەکەی دەنووسەوە لە ڕۆژیش ڕۆژێک بە ڕۆژی دەب ڕۆژێک دەیشکان ڕۆژێک بە ڕۆژی دەب ڕۆژێک دەیشکان ئەو حەدیسانە دەلیلن لەسەرەوەی باشترین کات سێیەکی ئەخیریە کە ئینسان هەر بستی لە بۆ شەو نوێژ لو أراد الإنسان تطبيق هذه السنة فكيف يكون حسابه لليل يحسب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم يقسمه إلى 6 أقسام 3 الأقسام الأولى هذه النصف الأول من الليل يقوم بعدها أي يقوم في السدس الرابع والخامس لأن هذا يعتبر ثلث ثم ينام في السدس الأخير وهو السدس السادس ولهذا عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر أي النبي صلى الله عليه وسلم عندي إلا نائما وبهذه الطريقة يقوم المسلم في أفضل وقت للصلاة بالليل كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السابق بلى كابراك بيوي أو سنة تطبيق بكاتن كل شوكي حساب دكا عينا وكوي كتازة باسمان كر ديش شوكي ديكاتا لباج نوێژی عیشا سعات چەند عیشا بانگ دەدا سعات چەند سبەینە بانگ دەدا لەو بینەی دەیکاتە 6 بەش 3 یەکەم دەنویتن 4 و 5ەکەی بەخەبەر دەبی شەو نوێژ دەکات لە 6ەکەی دەنویتەوە لەبەر هەندێک خاتو عایشە دەفەرمێن پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام لەکنە من ڕۆژی نەکردیتەوە واتە سەحەری بەسەردانە هاتیە ئەو با بڵێن پێش نوێژی بەیانی کە نوێژی بەیانی دادێ دەفەرمی ئەوەی بەسەردانە هاتیە ئیلا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام لەلای من خەوی لێکەتیە کەواتە لەلای شەشی ئەخیری ئەوەی سعاتی شەشەم پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام خەوتوتەوە دەڵێ بەو طریقەیە مسلمان دەتوانی بەو ڕێگای مسلمان دەتوانی باشترین کات لە بۆ شەو نوێژێ دیاری بکە وەکو لە حەدیثەکەی عەبدوڵای کوڕی عەمر هاتیە کە باسی باشترين كاتير شو نويش دكا. وهل يكون بذلك أدرك وقت النزول الإلهي وهو الثلث الآخر من الليل؟ الجواب نعم، يكون أدركه في السدس الخامس، وذلك حينما قسم الليل 6 أقسام، فإن السدس الأول والثاني يعتبر ثلث الليل الأول، والسدس الثالث والرابع يعتبر ثلث الليل الثاني، والسدس الخامس والسادس يعتبر ثلث الليل الآخر وهو وقت النزول الإلهي، والذي يقوم الثلث الذي بعد منتصف الليل سيكون مدركا للثلث الآخر في السدس الخامس. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدنا إلى هذا الوقت كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السابق، فقال: وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه، وهو الذي أرشدنا إلى فضل الليل الآخر بأن فيه نزولا يليق بالله جل وعلا، فيكون الجمع بين هذين الحديثين بما مضى، فمن لم يستطع انتقل إلى المرتبة الثانية في الأفضلية فيقوم في الثلث الآخر من الليل. بەڵێ ئەو جا ئایا ئەگەر کابرایەک
لەو کاتا هەستا شەو نوێژی کرد ئایا ئەو فەزڵەشی بەبەر دەکەویتن کاتێکە خوای پەروەردگار دادەبەزی لە بۆ ئاسمانی دنیا وەنیە لە سێیەکی ئەخیری ها دەڵێ ثلث الأخير لە سێیەکی ئەخیری ئەو فەزڵەی بەبەر دەکەوی دەڵێ بەڵێ بەبەری دەکەوی چکە ئەمە شەومان کردە 6 بەش سێیەکی ئەوە یەکەمە ئەمە دەڵێن ثلثی ئەخیر ئەوەی یەکەم ئەوە دەڕواتن 3 سعات یەکەم دەڕواتن 3 سعاتی دووەم دەمینێتن سعاتی چارەم نا سعاتی پێنجەم بەبەر دەکەوی لەگەر شەشەم دەکا سێیەکی ئەخیری پێنجەم و شەشەم دەکا سێیەکی ئەخیری چکە ئەتوو شەشی دەبتە دوو وەیە دوو یەکەم ئەو ثلثی یەکەمە دوی دووەم ثلثی وەسەتە دوی ئەخیری ثلثی ئەخیریە ثلثی ئەخیری چ دەگرێتەوە 5 و 6 کەواتە لە سعاتی پێنجەم ئەمە گوتمان بەخەبەر دەبین چکە گوتمە سعات چارەم و پێنجەم دەکاوە لە سعاتی پێنجەم بەخەبەر دەبی دەکەویە بەڵێ دەکەویە نا ئەو فەزڵێ کە باسی کردێ لە حەدیثەکەی کە پێغمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام هانمان دەدا کە دەفەرمی باشترین نوێژەکەی پێغمبەر داودیە نیوە دەنووس لە سێیەکی هەر دەستا دوایە لە شەژێکی دەنووسەوە ئەوجا دابەزینی خوای پەروەردگاریش ئەو دابەزینەی کە لایق بە خۆیتی کە دادەبەزیتە ئاسمانی دنیا دەفەرمی کە هەر بەندێک تاوانەکی هەیە داوام لێ بکە کە لێی خۆش بمونە پێویستیەکی هەیە لە بۆی جێبەجێ بکەم ئەمە یەقینمان هەیە بە فەرمایشتی پێغمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام دادەبەزی دابەزینێک بە ذاتی خۆی کووە بەس نازانێت يليق بخويتي تواو أوها بلا. وملخص الكلام أن الأفضلية في وقت قيام الليل على ثلاث مراتب المرتبة الأولى أن ينام نصف الليل الأول ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه كما مضى ويدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي تقدم قريبا. المرتبة الثانية أن يقوم في الثلث الآخر من الليل ويدل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له وكذلك حديث جابر رضي الله عنه وسيأتي فإن خاف أن لا يقوم من آخر الليل انتقل إلى المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة أن يصلي أول الليل أو في الجزء الذي يتيسر له من الليل ويدل عليها حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وأيضا يحمل عليه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة رضي الله عنهم فكل واحد يقول أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام. بلى أو جيستا كركراوي قصي أويا كآية باشترين كاد لبو شو نويجي كينيا دابش دبي لبو سي مرتبي يعني شو نويج كردن لكاتي شو دابش دبي لبو سي مرتبي زور مرتبي برس وسط نزم هر سي مرتبش أجر بعداش خوي هي وجوري خوي هي ناكر برين والله كاكا كابرا شو نويجي دكا هر سي مرتبي جوري وبرزن بس هنده كان لهنده أو باشترين باش يعني مثلا باشترين باشتر أو دابش دكا أو كلهميان باشترا سيا أو لهميان باشترا أو كأتو سيتشي شوي ديكي شش باش سي دنوي لا تارو بينزي هر دستيوا لا ششي دنويوا أو لهر هميان باشترا وكل حديثك عبد الله كور عمر باسي دكاتن مرتبة دوامتيا أو كابرا كرديش 6 ساعات ونيا دبتا سي أو دو أو هاي اللي دي ونيا دبتا سي باش لا ساعات يكم دوام أو دنوي سي متسارة مش دنوي لا بينزم وششم هردسي يعني كهستاوا نانويتو رازبو نويج سبيني نانويتو يكسر نويج سبينيش دكا لقري باشا لساعاتي تارم أو بينزم وششم هردسي وشو نويج كاني دكا وهتا نويج سبيني ونويج سبيني دكا أو مرتبة دوما مرتبة سيام ليرة دليتن يعني لا مرتبة دوم كباسي ويدك كخواي پروردگار دادا بزيتن همو شوق لبو آسمان الدنيا لسيتشي أخير ثلث الليل الأخير لسيتشي أخيري هر إنسانك دعوة بكا خواي قورا لي قبول دعوة جاب داتو دا فرمي هر كسك دعوة شتكم لي بكاتن دعوة بي ببخشم دعوة لي خوش بنم لي بكا لي خوش بم باشا
مرتبة سيم تسي برام ديسان ديكاتا سيبش لدو ساعات يكم يعني لباج نجي عشاء يكسر باج نجي عشاء يكسر دەست بە شەو نوێژان دەکات لە پاش نوێژی عیشا یەکسەر دەست بە شەو نوێژان دەکەوت دەست بە ویترەکەی دەکاتن کە ئەوەش ئەجر پاداشتی هەیە بەس وەچی ئەوەی یەکەم و دووەم نییە وەنیە حەدیثەکەی جابریە دەفەرمێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام فەرمی هەر کەسێک ترسا لەوەی کە شەو بە خەبەر نێتن فەلیوتر ئەووەلە هەر سەرەتای وەکەی لە پاش نوێژی عیشا ویترە ئەوە شەو نوێژەکان بکە و ویترەکەی بکاتن با لە سەرەتای بکاتن هەر کەسێک تەماعیشی هەیە و پێی دەکرێ و یعنی دەتوانیتن با لە ئاخیری شەوێ هەر بستیتن شەو نوێژەکان بکە چونکە سەڵات ئەوە نوێژ کە لە ئاخیری شەوێ بکرێ مەشهودا یعنی ئەوەیان باشتر و وەذالکە ئەفضل ئەوەیان باشتر و چاکترە حتا ئەوەی کە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام وەسیەتی ئەبوو زەڕی دەکا ئەبوو دەردای دەکا ئەبوو هورەیرە دەکا کە وەسیەتیان دەکاتن کە ئەوان دەڵێن پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام وەسیەتی پێکردین بە سێ شتە یەکێک لەوانە دەڵێن چێ وەئەن ئوترە قبل ئەن ئەنام وتر بکەم پێش ئەوەی بنوم ئەوجا الله ئەعلەم لەبارەی ئەبوو هورەیرە ئەوانە دەفەرموو ئەبوو هورەیرە حەدیثی مراجعە دەکردەوە پاش نوێژی عیشایە لە ترسی ئەوەی نەکوو شەو بە خەبەر نێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام فەرمووی ئەتوو ئەوەی بکە نوێژی وترەکەی بکە پێش ئەوەی بنووی پێش ئەوەی بنووی نەکوو لە بۆ شەو نوێژەکەی بە خەبەر نێ پێش ئەوەی بنووی ئەتوو شەو نوێژەکان وترەکەشت بکە ئەو کاتی کەواتە ئەوە سێ مەرتەبەمان هەبوو بەڵێ السنة أن يقوم ب11 ركعة وهذا الأكمل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة روى مسلم في صحيحه حديث عائشة رضي الله عنها قالت حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة 13 ركعة ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى دوام لا وكان سنتكان الشو نويش سنة أتو يا ركعات بكي ئەوەیان باشترە لەبا حەدیثەکەی خاتو عایشە کە فەرمی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام نە لە ڕەمەزان نە لە غەیری ڕەمەزان لە 11 رکعاتی زیاتری نەکردیە کاتە سنەتە ئەتوو ئەوها بکەی حتا لە حەدیثێک لە ئەوە ڕیواتێک هاتیە کە باسی 13 رکعاتی دەکا کە لە صحیحی مسلیمە حەدیثەکە دیسان خاتو عایشە باسی دەکا دەفەرمێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام يصلي من الليل 13 ركعة 13 ركعاتی دەکرد باشە أو 13 ركعة يوتر من ذلك ب5 ب5 ركعات ويتركي ذكر يعني شو نوجكان ذكر 5 ركعات شيء ذكر ده ويتر لا يجلس في شيء إلا في آخرها 5 ركعات يعني ويتر ذكر بيق ركعات بك كابرة يق ركعات ويتر بك دادا نشتها حياتي دخنو السلام داتو ذكر بس 6 ركعات بك 6 ركعاتك ذكر هر سيج بيكو بكاتن هر سيج بيكو بك كو كابرا دەست نوێژی دەکاتن ڕکعاتەشی دەکا هەر دەستەوە ڕکعاتی دووەم هەردووچان فاتحە و سوورەتێک پاشی ئەو جارە لە باتی دابنیشی لە بۆ تەحیاتی دانانیشی هەر دەستەوە دیسان فاتحە و سوورەتەشکە دەخینی ئەوە سێم ڕکعاتیتی فاتحە و سوورەتەشکە دەخینی دادەنیشی تەحیاتی دەخینی سەلام دەداتەوە لۆ لە دووەم دانەنیش لە ئەوەی بە مەغریبی نەچی چکە مەغریبی 3 ڕکعاتە دوو تەحیاتی تێدا لە ئەوەی بە مەغریبی نەچی دانانیشی لە ئیدووە بس لركعاتي أخيري دادن اشتحياتي دخين والسلام داتو باشا دشكري دوي بكاتن سلام داتو دوي هستقلش كبكا أو جارة 5 ركعاتيش ما هي 5 ركعاتي دكاتن كو 5 ركعاتي دكا 4 ركعاتي دكاتن ده فرميتسا 4 ركعات لا يجلس في شيء إلا في آخرها 4 ركعاتي دكا ببيع ويدابني شيء لابو تحياتي ناخيني ركعاتي كم دكا هر دستو ركعاتي دوم دكا هر دستو ركعاتي سيم دكا هر دستو ركعاتي تسارم دكا هر دستو لهم ركعات كان جباش فاتحي دروس قرآني دخيني أو جهر سورة كار زيقلو خوي أو بو ركعاتي بينزم دكا دادني شي تحياتي دخيني السلام داتو تحياتي هندق لزانان دلين
هەندێک لە زانایان دەڵێن لە ڕکعاتی چارەم تەحیاتەچ دەخینی هەر دەستەوە با بڵێن ڕکعاتی پێنجەمیش دەکات دادەنیشی تەحیاتەش کە دەخینی و سەلام دەداتەوە لە حەفتیش حەفت ڕکعاتیشمان هەیە عینەن ئەوها بەو شێوازەی دەیکاتن لە شەشەم تەحیاتەچ دەخینی لە عەفتەم کە هەستاوە لە بۆ حەفتەمیشی تاوا کرد دادەنیشی تەحیاتی دەخینی و سەلام دەداتەوە ئەو شێوازانە هەنا ئەوجە دەڵێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام بە 5 ڕکعات ویترەکەی کرد باش ئەوە کووە و مەوزوعە لە حەدیثەکی دەفەرمێ 11 ڕکعات و لە حەدیثەکیش دەفەرمێ 13 ڕکعات ئەو بابەتە کووە دەڵێن کاکە ئاتەمەشا لێکدانەوەی زانایان دەڵێن ئێستا والله ئەعلەم باسی دەکا دەی ئینشاءڵڵا کە باس کردین ئەمە دێنە سەر ئێستا ئەو ئیختیلافی عولەما لەسەرەوەی ئایا ئەو 13 ڕکعاتە کووە کو ئەو لە حەدیثەکی دەفەرمی 11 لە حەدیثەکی دەفەرمی 13 ئەوە کو حەل دەکەن باسی دەکەن حەدیثەکە ئیبن عەباسیش دەفەرمێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام لەو شەوەی کە ئەو لێوێن دەربووە دەفەرمێ 13 ڕکعاتی کرد ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم كواتا پیغمبر کو عليه الصلاه والسلام لچار و پنځه هستا ونیا ساعتی چارم و پنځم لپاشن لساعتی ششم نستیتوا حتى نجي بياني والله اعلم. واختلف العلماء في الركعتين في روايات 13 لأن عائشة أخبرت بأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة فقيل هما سنة العشاء وقيل المراد بهما سنة الفجر وقيل هما ركعتان خفيفتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بهما صلاة الليل كما جاء في الحديث ورجحه ابن حجر رحمه الله تعالى والأظهر والله أعلم أن هذا من باب تنوع الوتر فالغالب من وتره صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر ب11 ركعة وكان يوتر أحيانا ب13 ركعة وبهذا نجمع بين الأحاديث الواردة. بلى أو علماء خلافيان هي لبارة أو 13 ركعات كخاتو عائشة فرمي لي زياتر نكرديا نلا رمضان نلا غير رمضان استكود لي 13 ركعات هذا علماء فرميتها أو 2 ركعات سنة كي باج نرجع عشاء أو شيء لقى حساب كرديا بويت 13 وني 11 شب نرجع كي بويتروا 2 ركعات كشي باج نرجع عشاء وبو 13 هذا شيء قلت يا نا أو 2 ركعات كي سبيني لقى حساب كرديا 11 كرديا 2 ركعات كسبينش أو بو 13 ركعات هذا شيء شان قلت يا نا أو 2 ركعات 2 ركعات السنة خفيفة پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیش أول شو نيجي دست بيبكى 2 ركعات كرديا بخفيفة يعني مثلا پیش هسالو شو نيجي پیش أول شو نيجي كتك پیغمبر صلى الله عليه وسلم شو نيجي دريج بونيا سورة بقرة وآل عمران ونساء وأنا تداخين ديا بس 2 ركعات خفيفة كرديا يا كم زار خفيفة كرديا حتى دلا أو السنة يعني إنسان كبيه وشو نيجي بك أو 2 ركعات سنتي بك خفيفة بك 2 ركعات خفيف دك أو زدس بشو نيجي كاني دكاتن دلا بويه وراء أو شيء جماعة أو بيتا 13 ركعات وكو ابن حجرش لا فتح الباري أوي ترجيح كرديا كبالي أو هابوا كدور ركعاتي سنتي خفيف وابوا بيغمر عليه الصلاة والسلام كرديتي أوي كديار أظهر والله أعلم أو لبابي تنوعي وتري بيغمبري عليه الصلاة والسلام شو نيجا كانتي زارتشي يازي كرديا زارتشي سيزدي كرديا ها أتوش زارك أوي دكي حتى يسا لجماري وتريش شو نيجيش بابلن لا مكي يازدي دكان بستويتشي دكان لمديني زياتر لا بستويتشيش دكان ونيا زياد حتى وبزانم والله أعلم سويتشي در روشتشوا در رأي مدينة والله أعلم أو نيجي كلام مكي دكري أجر باداش زياتر لا أي مدينة أجا زياتر أوان مدينة زياتر نيجي كيدا كان على أي حال يعني أوش خلافه لبين علماء بس أون طيبك يعني أما دتوانين شو نيجي كان من عدد زياتر بك بختي قسكي أجر بتوانين نيجي كدريج بكي يازدر ركعات بك قرآن زور تداخين يازدي بك لا يازدي زياتر مكا بس أجر قرآن كم تداخين زياتر بك شكا في عمر عليه الصلاة والسلام بكابرها كيف فرمي صلاة الليل مثنى مثنى شو نيج دودوا تسندي دكي بك مطلقي كرديا دودوا يعني تسندي دكي بك والله أعلم بل. من السنة أن يستفتح صلاة الليل بالركعتين خفيفتين لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. بل سنة دواء إنسان بيش أو الشونيجي دس بيبكا يعني لكاتي
هەر دەستی لە بۆ شەو نوێژە دوو ڕکعاتی خەفیف بکە ئەوجا دەست بە شەو نوێژەکانی بکە کە درێژی دەکاتەوە لە بە حەدیثەکەی خاتو عایشە کە دەفەرمێ پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات وەسەلام ئەگەر هات بستا بە لە بۆ شەو نوێژەکەی دەست پێ دەکرد بیڕکعاتەینی خەفیفەتەین دوو ڕکعاتی خەفیفی دەکرد ئەوجا دەستی بە شەو نوێژەکان دەکرد یعنی ئەوەش شەو نوێژە بەڵام ئەوجا ئەوانکەی درێژ دەکردەوە دەستی پێ دەکرد ئەوانکەی درێژ دەکردەوە. من السنة أن يأتي بالاستفتاحات الواردة في صلاة الليل ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وما جاء في صحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. بلى أو جارة عندك دعاء استفتاح هي لو دعاء استفتاحنا مثلا سنة إنسان لكاتي دس بكردني نوجه سنتكي أو أنا بخينيتن تمشى برام أو سنة براسي لزور جيان بجي خرايا مثلا كابرا دور كع السنة دكا سنة وبيش أو سورتي فاتحة بخيني أو دعاء استفتاح بكاتن نام نوجه أم دور كع سنتي باج نوجي نيروان دكام دور كع سنتي بيش نوجي مثلا عشاء دكام سنة وبيش أو دور كعتا كدست بيكر الله أكبر بيش أو سورتي فاتحة بخيني أعوذ بالله بسم الله سورة فاتحة بخيني سنة وأتو دعاء استفتاح بكي بهمان شيء واللي رهيناتيوا للصلاة الليل شو نوجش سنة وكدس بيدكي أو بكي بهمان شيء ولا فرزيش نوجه فرز كان كاتك أتو نوج نيروان دكي عصر دكي مغربي دكي سنة وكاتك دست بينكر الله أكبر كيسا قراب وستي للصحابة وارد بوا بيغمر صلى الله عليه وسلم وقفة جاب وبسياريان لكرديا فرميتي وانا دخينم كواتا سنة وأتو أو بكي براسي لنا مزور يعني أوشتا كم بوا أو زال ليرك وملتشي هنايتوا لو أنا مثلا أوي حديثكي صحيح مسلم إخاتو عايشة حديثكي بخاري ومسلم ابن عباسي أو أنا هنايتوا دتواني كاتك دستت بيكر يتكش ما هي حتى نزيك حفت هشت دعاء استفتاح ما هي كاتك الله أكبر دكي دس بنوجه دكي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يعني أوي كدس بنوجه دكي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا كإمام بخاري أو كشيخ ألباني أو باز زكاة لا أصل صفة صلاة النبي باس أودك كأوجهك كالدعاء كان علماء باسيان كرديا مثلا كاتك أو دس بيدك وجهت وجهي للذي فطر السماء كاتك دس بيدك اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب أتى آخري جاكم لك يعني حديث ما هي إيوه زور كرت زور يعني أجر هيت سيت نزاني خون ده زاني بري الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إيه السنة تكت بيكا شتشي تنباشا ونبرا هيت سيت نزاني سبحانك الله أكبر الله أوي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت بس قال وجهته أو إن الصلاة نعم ما بس ما لا كرتكان يعني أو زور كرد بيتن مثلا والله أعلم أويك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أو حديثك لو باري وهاتيا ونيا حديث اشتهي أو إيش كرتا سبحان الله نهت لو دم إلى زين أجا على أي حال يعني أتودتواني أون ديبري الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة ولها مزارة كدست بيك بزل ركعتي كم كبداية دس بيدكي بيجوا فاتحة بخيني أو بخينا أو زفاتحة أو دس بني وجكت بكا نقبتي لها من ركعاتك عن دوبارك بزل ركعتي كم بداية كدس بيدكي بلا
بينزم. خامسا من السنة أن يطيل قيامه وركوعه وسجوده فتكون جميع أركان الصلاة الفعلية قريبة من السواء. أو زيك أجل السنة كان أتو كقيام دريج دكي وركوعش دريج كوا سجدش دريج كوا مثلا أمن بابي والراوستايما سورتي مثلا بقرة دخينم با كذا تمر ركوعي نقبل سيدا سبحان ربي العظيم الراسار بسمه وبريم نا دريج كوا دزار وبري بيزار وبري صدزار وبري دبي دبي بالله وارد بوا دبيتن لباتي سيزار وبري دزار وبري لباتي دزار وبري صدزار وبري دريج بكوا كاتك دتي سوزدي سوزكانش دريج كوا باندازي اوكي امن مثلا سورتي قل هو الله احد دخين اخلاص كتسوما ركوعك سيزار ودرن باي اونديكا باي اخلاصك سوزدكش بامان شو بلام كا محاولة بك هر سيكت محاولة بك ليق نيزيك بيتن ركوع السجدة راوستانكت محاولة بك ليق نيزيك بيتن تدخين اوان تكرش محاولة بك باندازي ويقيتك دريشتر بكوا. سادسا وأن يأتي بالسنن الواردة في قراءته ومن ذلك أن يقرأ مترسلا والمقصود أن لا يحدر أو يحدر أو لا يحدر أنه لا يحدر أو يهذ القراءة هذا أو يهذ القراءة هذا أن يقطع قراءته آية والمقصود أنه لا يصل آيتين أو ثلاث من دون توقف بل يقف عند كل آية. جيم إذا مر بآية تسبيح سبح وإذا مر بآية سؤال سأل وإذا مر بآية تعوذ تعوذ. بلى أو زي كشكل السنة كان لكاتي قرآن خينكيا أتو محاولة بك أو كاتك قرآن دخيني خالي أليف كاتك قرآن دخيني بسريعين بيتن بقراءة شي زور جوان ريكوبيك با لسر خوي وبجواني بخينا يعني بلا تيدا مكا باشا دو أميان هول بدا كاتك قرآن دخيني آيات بي آيات كان ليك غريمدا دو آيات بيكو غريمدا آيات بخينا دو راوستا آياتش كبخينا بيكويان غريمدا سيميان ده فرمي اويك اتو بلاي آياتش كدار روشتي باسي مثلا دو زخيكت إن أو مثلا باسي بهشتي إن المتقين في جنات وعيون اللهم ادخلنا الجنة داوي بهشتي بك مثلا باسي دو زخيان دكاتن خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه كانت كهر آتك باسي جهنمي دكاتن دلي اللهم إني أعوذ بك من عذاب نار جهنم مثلا يعني أو دعاء ندكي أو لسنتها لأنه يجي فرزنا نيجي فرزا كنا لأنه يجي السنة كاتي أو آتان ندخن أو وكو السنة تج بيغمبري عليه الصلاة والسلام بلي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام وهاي كردوا وبلغ جسر دين توا بلا. ويدل على ما تقدم حديث حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. دليل ما نسى أوانا يكميان دليلك حديثك حذيفة رحمة إخوة إليه بيتن دليلك بيغمبري عليه الصلاة والسلام دسم بنو الجكر ديار حذيفة مشاكل دي بيغمبر كرديتي عليه الصلاة والسلام أوش بلغية كابرا كانوا يجي السنة دكا دتواني لقروي جماعات بكي بلا وتحديثي حذيفة بلغية بيغمبر صلى الله عليه وسلم نيجي كرديا حذيفة شاتيا لقروي نيجي كرديتيا جماعات ونيا نيجي كالسنة يا نبرام سنة لا جمهور علماء درست نيجي السنات بجماعات بكري بلام نكرت عادة همودن بكري يعني درست مثلا أتو صلاة الضحى بجماعات بكري بلام نكرت عادة همودن بكريتن
وشي أولي بكرنا جارك كود ابنوا بيكو مثلا نوجا كيدا كان أو دروستا يعني شلو نوج بيكو بتزم عندي كان دروستا تكا أو تلا حديثه تندان حديثي تكش ما هي بلقية لسر أوي دل بيامر عليه الصلاة والسلام سورة بقرة خين قوتم دي على دي لس آتي سطي دستر ركوعي دريج كردوا في غمر عليه الصلاة والسلام أو جاء دفرمي لباشان پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام ككامل كر أوجد شو ركوعي قوتم دستر ركوعي ناولا أو جار سورة نساء الشيخين قوتم دي على دي استر نساء تاو كدستر ركوعي آل عمران الشيخين أو جها بز ليرة والله أعلم بز لو حديثيه والله أعلم أجر لا زين من الروش تبي بز لو حديثيه آل عمران ونساء باش بيج بوا أجرنا لها مو حديثة كان تسلسل ديتن تسلسل دي لباسي قرآن خيندني لو يزانا عند فرمكاتك تو قرآن داخلين لنا ونجيب تسلسل ورا تسلسلنا وي مصحفكو أو هاورا يعني بقرة لعمران نساء أو ها بتسلسل ورا باشو بيشي تدامك بس لباو حديثي درن درستي شا باشو بيشي تدا بكريتن بلان باشتر ويا بتسلسل به بل ده فرمي أوزاد دوا آل عمران خين دوا بيغمر ها ده فرمي يقرأ مترسلا بيغمر صلى الله عليه وسلم زور لسر خوش ده خين دوا لسر خو هرسي سورتي شخين دي توا بيغمر خو عليه الصلاة والسلام أو زبيز قالوش بلا هر آتش دار روش تبيتن تسبيحات ببي مثلا بس ذكرك بي أنا مثلا السبح اسم ربك الأعلى تسبيحات نيا سبحان ربي الأعلى يعني مثلا سبحان الله بهر آتشي تسبيحات ببي تسبيحات كردية بهر آتشي داوي بهش ببي وداوي نعمة كان ببي داوي كردي خويا أو بي ببخشي مثلا حور العين باسي نعمة كان بهشت أوانش كرديا بهر آتشي باسي عذاب أو كردي أيش داوي كردي خويا بن فارس لي يعني سبحان الله ده بتندي في خبري عليه الصلاة والسلام عثيفة ده فرميت ثم ركع لباشان بيغمبر عليه الصلاة والسلام أجر ركوعي بيت أو جاء ككاتك جيشت كتور ركوعي دي فرمو سبحان ربي العظيم أو جبرام سبحان ربي العظيم وبحمده أو بحمده ضعيفة ونيا ضعيفة أجر كسك بيكر لبروي حديثاتي لباري وأما نالي نشتجي خرافة ونابي وناكري ونا لبروي حديثاتي لباري أجر تسي السنة دي حديثك ضعيفة بلان بالصحيحي أو دوارد بوا سبحان ربي العظيم توا فكان ركوعه نحوا من قيامه أرباش ورأت أوم لو قياس بك ده فرمي الركوعي وشي الراوستاني بو أرباش بس زاري دبيتن ركوع دقشت الراوستاني حتما دا أخوة تنزار الرسول الله عليه الصلاة والسلام سبحان ربي العظيم دوبارة كرديتوا ولو ذكري الركوع إيمان زيادة شيء إن شاء الله دي باسك كواتا ديارة زور دريج كرديتوا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام أجا صاو سمع الله لمن حمده تمشابرا كسمع الله لمن حمده دكا لكاتي كبشتي تمانديتو هتا هردستو لو بيني دكاتن حديثاتي لو بيني دكاتن وشراو استاد دلي ربنا ولك الحمد إما كهردستو دير سمع الله لمن حمده كتسوى سوزدي دلي ربنا ولك الحمد أو نابي خلاف السنة نوجك ديتجي بس براسي بيتواني فرمايشتي بيغمبري كرديا بيتواني فعلي بيغمبري كرديا عليه الصلاة والسلام للركوع هتار دستيو لو بيني بلا سمع الله لمن حمده كراوستا دلي ربنا ولك الحمد أو جدستا سوزدي إذا دفرمي ثم قام طويلا قريبا مما ركع قيام كاش راوستانا كاش نيزيك ركوعي بوا ذكري تداخين ديا أو جار السوزديبر سبحان ربي الأعلى وبحمده يكش ديسان ليرا بحديثك سندك ضعفي تداهيا وارد بوا لو هر أون دبا صحيحي وارد بوا سبحان ربي الأعلى فكان السجود قريبا من قيامه سوزدكشي لا قيامكي نيزيك بوا وشي أو بوا يعني لا دريج كردنوي دريج كرديتوا ويدل عليه ما رواه أحمد رحمه الله في مسنده من حديث أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بله أو زائد أوي كدل آد بو خالبة
دليل الجسر وحديثك كمسند إمام أحمد هاتيا كأم سلمة فرمي بيغمبرك عليه الصلاة والسلام كاتك برسياريان لكر سبارت بخويندني قرآن بيغمبرك فرمي بيغمبرك عليه الصلاة والسلام كان يقطع قراءته آية كقرآن دخين أوي ذكر باش ذكر آد دخين بسم الله دخين راد وستا الحمد لله دخين راد وستا الرحمن الرحيم دخين راد وستا مالك يوم الدين دخين راد وستا بوشي بيغمبرك عليه الصلاة والسلام خنديتي. قال ابن القيم رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية، وكان يرتل السورة حتى تكون أطول منها، وقام بآية يرددها حتى الصباح. وقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة، ويجهر بها تارة، ويطيل القيام ويخففه تارة، ويوتر آخر الليل وهو الأكثر وأوله وأوسطه. بله ابن قيم رحمة الله عليه بيتن لزاد المعدب فرميتن بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام خويندكي آيات دخويند للسري هر آيات شرادة وسكاتك آياتك كوتاي بيدها الحمد لله رب العالمين رادة وسأوز دستي بآياتك كير ذكر وبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام بترتيل دي خويندوا ريكو بيتشي قراءتشي يعني بابلن زور بليتي دا ندكر لخويندني حتى وكو هندك هبو لهندك دريشتري ذكر أو يان لوي دريشتري ذكر وقام بآية يرددها حتى الصباح. پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام آياتي وهبو دوباره ذكر دو بس أو آياته دوباره ذكر دو حتى وكو حتى الصباح حتى بياني لسرد هذا حندي دوباره ذكر يعني ما بسنا روشره ما بس تو بحثا نيزيك نوجي بياني بس أو آياتي دوباره ذكر دو پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام للصحابة ولا تابعين أو بابتها هاتيا زاروا هبو يك آيات بوا زور دوباره كرديتو حتى يعني بابلن برو نوجي سبيني تو هر أو آياتين دوباره كردو وبيغمبر خدا عليه الصلاة والسلام زاروا هبو بس الركاتك شو نوجي نكرديا بنهني مثلا صورة كان خنديو بس صبري خنديا ويجهر بها تارة زاروا هاي نوجي شو نوجي بدنك برزي كرديا كواتا السنة لكاتي أتو نوجي السنة دكي شو نوجي دكي زارزا بصوتي برز بخيني كشو نوجي دكي لو خد أدي بيغمر عليه الصلاة والسلام نفرمو مثلا تلا أبو موسى أشعري جيلي بوا فرموتي أو شو جملي راقرتي دنقت زور خوش بو أتو لدنجي أوي آلی داودت ببخشرا فرمی اگر بمزانی با تو جیملی را دگری خوشترم دکر نفرمو بکن امام عمر دار روشتی جیلی ولا قراءتك ها كواتا دليلي او بو اوان لنا مال نيجان كرديا لسربانا كان نيجان كرديا لدري خلق جيلي بوا پیغمبر عليه الصلاه والسلام جيلي بو كاوانا و او برام او شبهي دروين توا دركاكا كرا اشتكان عمو بشار ونكي بديار بخي عبادتك رنيلي كذب بزاني يباش او شو نيجي كردي لدري پیغمبر صلى الله عليه وسلم زانيتي خلق بيدا هاتي زانتي او كابرا شو نيجي دك وني برام كلا دري روشتي زانيتي شو نيجي دك واصو ديتن كواتا عندك شتي لبو هاندان قرآن باسي هناك إن تخفوا الصدقات إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي أجر أو خيري كدي كان بدياري بيخن أو اشتكي باشا برام هاني خلشي ددي بس لن يتخذها مزبوط نيت تخالص بلا بو خواي پروردگار دري بين خبرام با خلق بزانيتن با بزاني مثلا اتو كتاب دخين يوا با خلق بزاني با اوش استفاده لي بخين توا با خلق بزاني مثلا شوني شي بزاني او هي بزاني كاتو تاكچ دكاي خيرچ دكاي با خلچش ببينيتن وباوج هان بدري بركور او ديك والله امنش ديكم او هان دا كواتا خواي جورده فرمي ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي اشتكي باشا بس اگر ترسان لو وإن تخفوها بس أجر تسان لو اشتانا بيشارنوا أو لبوتان ساكترة لن يتكي كواتا مثلا لرأوة باسي أو دكاتن بيغمر صلى الله عليه وسلم دوا مختلي ابن قيم عليه ابن قيم أو باسي أو بابتي دكاتن هذا مقصد قال في دوما وقال بلا دل بيغمر خو عليه الصلاة والسلام يعني حديثني أو وكو قصير قصي خوي هر ابن قيم باسي أو بابتي دكاتن كدل أول السلسلة صحيحة هاتيا أو ده فرمي ويجهر بها تارة أو هنايته ابن قيم لزاد المعاد أو قولش هنايته نقي خوي بيتن والله أعلم.
دفرمي پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام أو هاي كرديا ويجهر بها تارة پیغمبر صلى الله عليه وسلم زاري وهي أو كرديا بدن كرديتي ويطيل القيامة شونو جاكي دريش كرديتو الراوستانة كي دريش كرديتو زاري واشي كورتي كرديتو ويتر آخر الليل وهو الأكثر پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام زور بيت زاركان لكوتاي شوكا ويتري دكرت ولنا وراستيش ديكرت ولا كوتايش لا سرتاج ديكردو لا ناوراستيش ديكرت كواتا ويتركا لكوتاي باشترا اگر بيكاتن بيجنوجي سبيني او كاتي ويتركي بكا زوربي ويتركان پیغمبر عليه الصلاة والسلام او كاتبو دشتواني هر لباجنوجي عشاء كشونوجا كان كربيكي دتواني لا ناوراستي شويش كار دستيوا او كاتيش ويتركي بكي سنة بلى فرد سابعا من السنة أن يسلم من كل ركعتين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. والمقصود بمثنى مثنى أي يصلي اثنتين اثنتين فيسلم من ركعتين ولا يصلي أربعا جميعا لحديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة ثم يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. حفتم للسنة كان الشونويجي دفرمي أوي كأتو شونويجك دو ركعات بكي دكريت سار ركعات بكي بلى بلام دو بك أو ها سنة باشترا لبا حديثكي ابن عمري ك پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام كابرا كاتكني فرمي ام كل شونويجي بكم فرمي دو بك اگر ترساك سبينت بسردادي او كاتي ويتركت بك ركعتك نجي ويتر بك فرمي مثنى ما بس تتيا يعني دو ركعات بك والسلام بدوا دو ركعات بك والسلام بدوا بعد صار ركعات بيك والنكاتن هرتسند درستيشا صار ركعات بيك وبكاتن وحديثك خاتو عايشه كتيبري فرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام دو ركعات لباج نجي عشاء تاوكو نجي بياني يا ركعات ذكر دو ركعات ذكر سلامي داو دو ركعات ذكر سلامي داو لا كوتايكش يق ركعات ويتري كرديا. ثامنا من السنة قراءة سور معينة في آخر 3 ركعات يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. بله هشتم سنة لسنة كان الشونويجي أتو أجر ويترد كرت سير ركعتك ويتري لركعتي كم سبح اسم ربك الأعلى بخنا لركعتي دوام قل يا أيها الكافرون بخنا لركعتي سيم قل هو الله أحد بخنا أو لا سنة كان الشونويج ديار عندك نقطة كمال سنة كان الشونويج بلام إن شاء الله ليرك وتاي بيدينين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.